لن يتمكن فينيسيوس نجم ريال مدريد من المشاركة مع فريقه في المباراة المرتقبة أمام رايو فايكانو رغم إلغاء عقوبة الإيقاف التي وقعت عليه بسبب طرده أمام فالنسيا، حيث يستضيف ريال مدريد رايو فايكانو في الجولة ال36 من الدوري الإسباني اليوم الأربعاء في مباراة بلا دوافع للفريق الملكي بعدما خسر لقب الدوري الإسباني وضمن التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا. حيث أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن إلغاء الإيقاف لن يغير موقف فينيسيوس من المشاركة أمام فايكانو في ظل معاناته من آلام في الركبة منعته من المشاركة في التمرين الجماعي للفريق. وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن وجود شكوك حول قدرة الجناح البرازيلي على اللحاق بالمباراة التالية أمام إشبيلية في الجولة ال37 من الليغا يوم السبت المقبل. ومن الجدير بالذكر أن فينيسيوس شارك في 54 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 21، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بفارق 14 نقطة خلف غريمه برشلونة المتصدر والذي تم تتويجه بلقب الدوري.